الفكرة دي حلوة قوي وسهلة جدا. اول حاجة جبت برطمان فاضي ازاز كان قديم عندي، وجبت الصلصال الفوم، وجبت الجليتر ده ازرق ولون ذهبي، وحطيتهم في البرطمان عشان يلزق في البرطمان من جوه. اهز البرطمان زي ما انتم شايفين كده. بعد كده جبت الصلصال ده، كان خلاص الثلاث الوان دول بيخلصوا عندي، اللي هو الاوف وايت والابيض والاورنج، دمجتهم مع بعض وهحطهم في الغطا من جوه. هلزقهم في الغطا من جوه اهو زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هجيب الجليتر وهرش عليه. طبعا الجليتر ده اي لون اختياري على حسب يعني اللي عندكم. بعد كده جبت الخلة بتاعه السنان دي، وجبت الصلصال اللون الاخضر. هلفه حوالين العود بتاع خلة السنان اهو زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هكرر نفس الموضوع مع باقي الاعواد اهو. كملت الاعواد كلها، عملتها نفس الطريقة. بعد كده هعمل ورق شجر صغير، لزقته في العود. كملوا معايا الفيديو للاخر، هيعجبكم قوي وبجد هتنبهروا بالنتيجة. بجيب الأداة اللي هي جاية مع الصلصال، وبعمل خطوط كده في الورق بتاع الشجر. بعد كده هجيب الصلصال اللي هو البينك الفاتح ده، لون زهري، وهعمل على شكل دمعة العين كده، كورة على شكل دمعة العين، وبعمل 3 خطوط فيها اهو. بصوا انا بوضح لكم هو الخطوط اللي انا بعملها. بعد كده هجيب البلاشر وهحطه على الوردة من فوق، هيدي لون حلو قوي وشكل حلو. حاجات كلها موجودة عندنا في البيت وسهلة جدا. بعد كده هثبتها في الصلصال الاورنج اللي انا حطاه في القاعدة بتاعة الغطا. ابصوا بكرر الزهرة اللي انا عملتها دي، بعمل كورة على شكل دمعة العين، وبجيب اي حاجة حادة وبعمل بيها 3 خطوط بتديني شكل الوردة اللي انتوا شايفينها. بعد كده عملت 3 وردات اهم زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده جبت البرطمان، وهحط في البرطمان من جوه الصلصال اللون الازرق ده، كأن دي لون السما. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير للفيديو، وياريت بقى تعملوا فولو للصفحة لو لسه مش مشتركين فيها. بصوا بقى المنظر، انا حطيت كده بيبقى فيه فل صغير كده بتاع الهدايا ده، حطيته جوه في البرطمان. بعد كده جبت فوم جليتر، شريطة كده فوم جليتر قصيتها، وجبت الأعواد بتاعت خلة السنان وثبتها على الشريطة عشان تديني دعامة من تحت، عشان دي هتبقى القاعدة بتاعت الديكور بتاعي اهو. بصوا الأعواد الخشب دي خليتها متينة، خليتها قاعدة متينة، لأن طبعا الورق مش هيستحمل. بصوا تحفة. بصوا بقى، أنا عايزة أداري الفاصل بتاع الورق ده، فجبت الشريط ده، شريط ذهبي كده بيلمع، وهلفه حوالين القاعدة من فوق. وجيت في الآخر رحت قصاه. طبعا بلفه بلزقه بمسدس الشمع، وهعمل فيونكة وهلزقها فيه. بصوا العسليات. بعد كده هحط برضو في الناحية التانية فيونكة، وجبت بقى فص لولي وقمت لازقاه كده في النص بتاع الفيونكة. بصوا بقى، ما تنسوش بقى تجربوها وتقولولي رأيكم في التعليقات.